اه ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده والاسبوع ده قبل قرارات لجنه التظلمات يوم الخميس القادم يوم 8/5 يجي بقى ايه ومين يفرحنا؟ حبيب قلبنا، هو في غيره؟ فاركو فرحنا وعطى بيراميدز 3-2 وربنا كرمنا الحمد لله وعطينا الحرس خماسيه. يجي بقى الزمالك يقول ايه ده؟ انتوا فرحانين كده بس؟ انا لازم افرحكم قوي، فاهم؟ وراح البنك الاهلي يتعادل معاه بسيناريو قاتل، سيناريو درامي اللي هو النتيجه 1-1 بغض النظر البلانتي لا ولا لا. النتيجه 1-1 ويجي الزمالك سيف الجزيرة الدقيقه 91 يجيب جون والزملكاويه يشعللوا الدنيا ويفرحوا. بس يا سيدي وايه اللي حصل؟ ما حصلش اي حاجه. طقت برده بلوستو سانتاريرو هجمه مرتده يو انور بالهيد سنتر جاب جول. والزمالك يبقى يقول لك اقسم بالله ما بيراميدز بس اللي تفرحكم. انتوا نسيتوني ولا ايه؟ انا الزمالك اللي بفرحكم، انا متعادل عشان تفرحوا. وبعد ان كان الزمالك زعلان من كلمه الاهلاويه اللي تقول زيزو نقطه قوه الزمالك بنسبه 90%، احب اقول لكم ان الكلام ده مش حقيقي على الاطلاق. قوة الزمالك كلها في زيزو بنسبة 100%. يعني زيزو قوة نادي الزمالك بنسبة 100%. يعني مش عارف اقول لكم ايه، الزملكاوية دول بيفرحونا والله العظيم بيفرحونا. يعني مش عارف يعني يا ابني الحمد لله فاهم، طالع من دوري الابطال والدنيا بايظه، تيجي الزمالك تفرحنا كده ليه كده يا زمالك؟ تعادل مع المصري وتعادل مع البنك الاهلي. طب اقول لك بس سيناريو اصعب، الزمالك هيكسب بيراميدز. الزمالك هيكسب بيراميدز وهيدي الدوري للاهلي. سيبك من مقوله التفويض، اسمع مني اللعيبه بتاعت الزمالك يوم ماتش بيراميدز الحاله بتاعتهم هتكون فارقه ورايقه وهيكسب بيراميدز. والبنك الاهلي انا منتظر منك الهديه يوم الخميس اللي جاي. ومع العلم قرارات لجنه التظلمات هتزعل الكل.